ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. انا جايلكم فكره حلوه قوي. هي كلنا بنعرف نعمل الجيلي، هي فكره مش اكتر. يعني احنا كلنا بنحب الجيلي، بنحب نعمله بالعنب، نعمله بالتفاح، وعملته قبل كده بحاجات كتير. الفاكهه اللي الولاد ما بيحبوهاش اعملوها في الجيلي، هتتاكل. ده العنب انا غسلته كويس، ما بعرفش اغسله الا كده، حطيته في علبه. هشوف اخد الكميه اللي انا عايزاها، هحطها في البولات واكون مجهزه الجيلي. عارفين طبعا طريقه الجيلي سهله جدا. حطيت كمية صغيرة في الأول، لكن قلت طب ما أنا أحط العنب كله ونجرب. بجد حطيت العنب بقى، يعني مش هقولكوا طعمه ازاي. أنا بجرب طعمه الأول وأشوفه حلو ازاي أقولكوا. مليت بولة عنب وبعدين حطيت الجيلي. بجد هتاكلوا الجيلي وهتدعوني، بجد تحفة. يعني كتروا في الكمية هيبقى حلو قوي. نقول ايه بقى؟ عنب بالجيلي، مش جيلي بالعنب. بجد تحفة يعني. حطي كمية كبيرة في أي حاجة الولاد ما بيحبهاش. جوافة، تفاح، أي حاجة عندك مش يعني ما بيجروهاش كتير. حطي كمية كبيرة في الجيم. بجد دي فكرة، وبجد فكرة حلوة، والطعم حلو جدا. يا رب إن شاء الله فكرة الفيديو تعجبكم، والجيلي يعجبكم، وعنب بالجيلي يعجبكم. بالهنا والشفا، مع السلامة.